مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده قبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. اشرف داري يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته والذي تقدر ب 2,500,000 دولار من اجل فسخ تعاقده بالتراضي للرحيل عن الاهلي خلال فتره الانتقالات الحاليه. ومحاولات مكثفه من جانب مسؤول الاهلي بالوصول لاتفاق مع اللاعب لتخفيض مطالبه الماليه والتنازل عن جزء من مستحقاته لفسخ تعاقده بالتراضي مع الاهلي. ومصدر بالاهلي يؤكد بانه سيكون هناك جلسه حاسمه من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اشرف داري لحسم كل الامور الايام القادمه، سواء بالاستمرار حتى نهايه تعاقده او التواصل لاتفاق ينهي العلاقه بشكل ودي ويضمن حقوق الطرفين ويجنب النادي من اي ازمات اضافيه. واتجاهات في الاهلي لتجميد اللاعب حتى نهايه تعاقده مع الفريق في حال استقراره على ذلك وعدم التنازل عن جزء من مستحقاته من اجل الرحيل عن الاهلي. الاهلي يستقر على استمرار اليو ديانج مع الفريق والابقاء عليه حتى نهايه الموسم من اجل تلبي رغبه ياس تروبا المدير الفني للفريق. ومصدر بالاهلي يؤكد بان مسؤولي النادي استقروا على استمرار اليو ديانج حتى نهايه الموسم على اي حال، سواء وافق على التجديد مع الاهلي او رحيله في نهايه الموسم بشكل مجاني في حال عدم موافقته بالتجديد. وذلك بعدما تمسك ياس تروب بشكل كبير ببقائه مع الاهلي لنهايه الموسم وعدم التخلي عن خدماته خلال فتره الانتقالات الحاليه في حال رفضه التجديد مع الاهلي. بيراميدز يطالب فيستون مايلي بسرعه تحديد موقفه بشان تجديد تعاقده مع الفريق بعدما انهى كل اتفاقيات التجديد مع مسؤول النادي السماوي سابقا، ثم تراجع اللاعب عن التجديد مجددا. ومصدر داخل بيراميدز يؤكد بان مسؤول النادي طالبوا اللاعب بضروره تحديد موقفه من التجديد مع الفريق في اسرع وقت لحسم كل الامور خلال الايام القليله القادمه بعدما ارتبط اسمه بالاهلي مؤخرا. احمد شوبير يؤكد بان الاهلي اقترب من حسم التعاقد مع مهاجم اجنبي يتواجد في احد انديه الدوري المصري، وان ناديه طالب اللاعب بتحديد موقفه في اسرع وقت بشان تجديد تعاقده مع الفريق. لكن حتى الان الصفقه لم يتم حسمها وما زالت المفاوضات جاريه بين مسؤول الاهلي واللاعب لحسم كل الامور خلال الايام القادمه لضمه في نهايه الموسم عقب نهايه تعاقده مع ناديه. ويؤكد بان بيراميدز بيكثف مفاوضاته مع حمدي فتحي من اجل ضمه خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، وان المفاوضات بين اداره النادي السماوي مع اللاعب اصبحت في مرحله متقدمه وننتظر ما ستسفر عنه الايام القادمه. حالة قلق كبيرة بتسيطر على مسؤولي بيراميدز بعد تصريحات أحمد شوبير المثيرة بالأمس عن اقتراب الأهلي من ضم مهاجم أجنبي يتواجد في أحد الأندية المصرية، وذلك خوفا بأن يخطف الأهلي فيستون مايلي والذي تراجع عن تجديد تعاقده مع الفريق السماوي بعدما كان أنهى كل الاتفاقيات بشأن التجديد مؤخرا. الأهلي يوافق على عودة حمدي فتحي للفريق مجددا خلال فترة الانتقالات الحالية بشرط أن يوافق على تخفيض راتبه إلى 50 مليون جنيه سنويا مع الأهلي. ومصدر يؤكد بأن اللاعب تلقى عرض من نادي بيراميدز يفوق ال 80 مليون جنيه سنويا من اجل الحصول على خدماته، لكن اللاعب ينتظر موقف الاهلي اولا اتجاهه قبل اتخاذ اي خطوات رسميه بشان مستقبله، وينتظر تقدير افضل من الاهلي من اجل العوده مجددا. ومصدر بالاهلي يؤكد بانه اذا وافق حمدي فتحي على تخفيض راتبه الى 50 مليون جنيه سنويا مع الاهلي فالنادي لا يمانع عودته خلال فتره الانتقالات الحاليه، وذلك لمخاوف اداره النادي بان يحدث اي ازمات بشان الرواتب ومنح حمدي فتحي راتب افضل من امام عاشور ومروان عطيه احد اهم العناصر الاساسيه للفريق في الوقت الحالي. الاهلي يحاول الوصول لاتفاق مع حمزه عبد الكريم من اجل تجديد تعاقده مع النادي قبل الانضمام الى نادي برشلونه، وذلك بعدما وافق الاهلي على خروجه على سبيل الاعاره الى نادي برشلونه مع وضع بند تفعيل الشراء النهائي في حال تاقلمه مع الفريق. ومصدر بالاهلي يؤكد بان هناك جلسه منتظره من جانب الكابتن وليد صلاح الدين مع اللاعب من اجل تمديد تعاقده مع الاهلي قبل الخروج على سبيل الاعاره الى نادي برشلونه الايام القادمه. مصدر بالاهلي ينفي كل ما يتم تداوله مؤخرا بشان دخول النادي في مفاوضات مع ايوب الكعبي نجم منتخب المغرب والذي تألق بشكل كبير خلال مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم. ويؤكد بان اسم اللاعب مقترح بالفعل على طاولة النادي من جانب بعض وكلاء اللاعبين، لكن حتى الآن لم يتم الدخول في أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيله، والإدارة لم تتخذ القرار النهائي بشان التحرك الفعلي لضمه حتى هذه اللحظة. وأن كل ما قيل الأيام الماضية في الصحف والمواقع عن حدوث اتصالات من جانب الأهلي مع اللاعب أو وكيله لا أساس له من الصحة
الصحة ومجرد اجتهادات صحفية، واللاعب مجرد مرشح فقط ضمن الأسامي المرشحة لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الحالية. يسترب المدير الفني للأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا بعد تمسك اللاعب بالرحيل عن الأهلي لخوض تجربته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، لكنه اشترط على مسؤول النادي بضرورة ضم البديل المناسب خلال فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيله عن الأهلي. وجلسة حاسمة منتظرة من جانب مسؤول الأهلي مع اللاعب من أجل مناقشة العرض التركي المقدم له واتخاذ الخطوات الحاسمة بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة القادمة. الأهلي يرفض بشكل قاطع فكرة رحيل إمام عاشور عن الفريق في الوقت الحالي مهما كانت المغريات، ومصدر بالأهلي يؤكد بأن مسؤول النادي قفلوا الباب أمام رحيل إمام عاشور لأحد الأندية السعودية بعد تلقي النادي عدة عروض رسمية الأيام الماضية بعروض مالية ضخمة من أجل الحصول على خدماته، وذلك لرغبة الأهلي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق لكونه أحد أهم الركائز الأساسية مع الأهلي في المباريات، واتجاهات في الأهلي لتعديل عقد إمام عاشور وإعطائه راتب يتناسب بحجم إمكانياته وقدراته الفنية لتعويضه عن الإغراءات المالية التي تلقاها مؤخرا. ومصدر بالأهلي ينفي كل ما قيل في الصحف والمواقع الأيام الماضية عن طلب إمام عاشور الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تلقيه عرض مالي ضخم يفوق الراتب الذي يحصل عليه مع الأهلي بالضعف لا أساس له من الصحة. ويؤكد بأن اللاعب لم يطلب الرحيل عن الأهلي إطلاقا مثلما قيل، وأن الهدف من الأخبار الساذجة التي انتشرت مؤخرا تستهدف إحداث أزمات داخل غرف ملابس الفريق. مصدر مقرب من إمام عاشور يؤكد بأن اللاعب يتعجب بشدة من تداول بعض الأخبار المثيرة عن طلب الرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي، ويؤكد بأن اللاعب مبسوط بتواجده في الأهلي ولم يتناقش إطلاقا مع مسؤول النادي بشأن الرحيل عن الفريق بسبب تلقي عروض مالية ضخمة من أحد الأندية السعودية، خاصة وأن اللاعب لم يتواصل معه أحد من مسؤولي الأندية الخليجية من أجل ضمه ولم يتم عرض عليه مقابل مالي ضخم مثلما يقال من جانب البعض. واللاعب حاليا مركز مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية ولا ينشغل بما يقال من جانب بعض الأشخاص، ولا توجد نية لديه بالرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي، رغم تأكيد بعض المصادر الرسمية عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع وكيل وسام أبو علي للاستفسار عن إمكانية ضم موكله للفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الحالية تحسبا لرحيل فيستون مايل المحتمل. هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز يؤكد بعدم دخول بيراميدز في أي مفاوضات مع وسام أبو علي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، ويؤكد بأن اللاعب خارج الحسابات الفنية للنادي السماوي لضمه حاليا، وأن ما تردد بشأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة ومجرد اجتهادات صحفية، خاصة وأن هناك عوائق تمنع وسام أبو علي من الانضمام إلى بيراميدز بسبب قيمة الصفقة التي تفوق ال10 مليون دولار بالإضافة إلى راتب اللاعب الذي يتخطى ال5 مليون دولار سنويا. وأكد بأن الأرقام دي تجعل وسام أبو علي مبتعد عن الصورة تماما عن بيراميدز وعن أي نادي مصري للدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته. تقارير صحفية تؤكد بأن محمد حمدي لاعب بيراميدز مرحب بقوة باللاعب والانضمام للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الفريق السماوي في نهاية الموسم، وتؤكد بأنه حدث تواصل بالفعل مع اللاعب من جانب بعض الوسطاء بالأهلي للبحث عن إمكانية ضمه خلال المرحلة القادمة، وهو ما أبدى به اللاعب ترحيبه الكبير باللاعب والانضمام للأهلي عقب نهاية تعاقده مع بيراميدز في نهاية الموسم، وينتظر عقد جلسة مع مسؤول الأهلي لحسم كل الأمور خلال الأيام القادمة عقب انتهاء مشاركته مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة وأنه يحق له التوقيع للأهلي في الوقت الحالي وبدون الرجوع لبيراميدز على أن ينضم للفريق في نهاية الموسم. الأهلي يكثف محاولاته مع يسترب لمحاولة إقناعه بالتعاقد مع خالد صبحي مدافع المصري بورسعيد ومنتخبنا الوطني لصعوبة التعاقد مع مدافع أجنبي في الوقت الحالي بسبب عدم إتاحة مكان في قائمة الأجانب بالفريق، ومحاولات من جانب مسؤول الأهلي من أجل إقناع يسترب بإمكانيات خالد صبحي مدافع المصري البورسعيدي ومنتخبنا الوطني لكونه أفضل الخيارات الدفاعية المتاحة حاليا أمام النادي. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.